واحد البنيه كانت خدامه في بوتيك ديال البيع والشراء، هكا ديال البيع والشراء ديال الملابس الجاهزه. هي في عمرها تقريبا شي 16 عام، يعني باقا قصير. دخلوا شي ناس، واحد البنت هي وخوها، باش كتشوف ليها واحد العبايه باغا تشريها، كتقلب فيها وداكشي. وهي تبان ليها هاد البنت يعني اللي خدامه في هاد البوتيك، وهي تقول لخوها، يعني السيده اللي باغا تشري قالت لخوها شوف هاد البنيه، واش ما نشوفوهاش ليك اللي بغيتي تزوج. قال لها هاوتي باش غنعرف، يعني حنا ما عارفين عليها والو، كيفاش غنشوفها باغا تزوج؟ قالت لي لا، دابا غير قول لي كي جاتك واش عجباتك، نمشي نهضر معاها ونتكلم معاها، وديك الساعه يجعل الله خير. شافها عجباتو، قال لها سيري توكلي على الله. مشات عندها، سولاتها على سميتها، وكتعرفوا ضروري الطريقه كيفاش كتدخل ما كتسولها هادي كي دايره اختي بخير، واش مزوجه ما مزوجاش. هادي قالت لها عطيني النمره ديال التليفون ديالك وفين كتسكني. البنت قالت لها علاش؟ قالت لها المهم انا بغيت. عطاتها النمره، عاد عطات لها فين كتسكن. مشاو تيسقسيو عليها، لقاوها يعني بنت متخلقه مدينه، والديها ناس محترمين، ناس يعني ما فيهم ما يدعايب وما فيهم ما يتقال. مشات البنت، وحتى هو من جهته كان كيبحث ويقلب. المهم سمعوا ان البنت يعني ما فيها ما يتعب. صافي توكلوا على الله. قالت لها شوفي، رجعت عندها قالت لها حنا غادي نجيو لداركم. يعني قالت لها ما شوفي مرحبا، كنت تشوفي مع دارنا. جاو عند دارهم باش غادي يخطبوها. قالوا لهم والدين الدريه، قالوا لهم دابا الدريه راه باقا صغيره، راه باقا عندها 16، يلا عندها 16 عام، والسن ديال الولد اللي باغي يتزوج في عمره 25 عام. قالوا ليها راه باقا صغيره. قالت لهم يعني نديروا اللازمه ونديروا الفاتحه ونكتبوا كتاب عرفي بين ما بلغت السن ديال القانون، ونديروا ديك الساعه عقد شرعي. دارهم ما بغاوش، ملي سمعوا عقد عرفي ما بغاوش، قالوا لهم لا، يعني تتكمل سن تسينوها عامين، تكمل السن القانوني، وديك الساعه نكتبوا نتزوجوا. المهم ها هي، حنا غنخليوها لكم، يعني اي واحد يجي ياخذها ما غاديش نديروا معاه شي حاجه حتى نتوما تهزوا يدكم. صافي الناس مشاو على هاد القبال. انا لا، الولد ما صبرش، ولا كل مره كيجي عند الحانوت، يجي البوتيكه فين خدامه، كل مره يتلاقى بها هادي. المهم الدريه ولات متعلقه به. قال لي لا خاصنا ضروري، هادي ضروري. قالت لي لا، حنا ما نقدرش انا ندير معاك شي حاجه الا ما كانت بخبار والديا. مشيت انا باش عند والديها، قال لي شوف، ما تخمم حتى حاجه، سير ها هي الدريه تتكبر، المهم توصل للسن ديالها، وديك الساعه نجي نتوكلوا على الله. الدريه ملي هو بقى كيزن ليها في ودنيها وبقى كيعمر فيها وبقى هادي، وهي تقول لهم لا ضروري هذا، انا باغاه، انا نتزوج بيه، انا ندير معاه هذا كتاب عرفي، انا هادي. المهم حتى حاولت لدرجه قالت لهم ناخذوه بس ولا نتا. ملي شافوها دارهم بهذيك الطريقه وشافوهم، قال لها شوفي منك الخلاك لجليك، دبر راسك دحيه، باغا تاخديه تحملي مسؤوليتك. الا ما كتبت شي حاجه ما ترجعي لينا، يعني ما تحمليناش حنا المسؤوليه، دبر راسك معاه. صافي جا الولد، داروا داك العقد عرفي، داها. واحد النهار كانت خارجه خدامه وجايه راجعه كتلقى راجلها مدخل مرا جارتهم ومزوجه، وراجلها صاحبه. الراجل هاد اللي داخله، هاد الفاسقه اللي داخله الدار، يعني صاحبه. ورغم ذلك
داخله عند السيد تمارس معاه الحرام. السيدة تفاجأت، البنت تفاجأت، ولدت معاه جوج، ولدت معاه بنت وولد. الدري مهم واحد عنده 4 سنين وواحد عنده عامين. قالت ليه، المهم هي تفاجأت، ناض بدات كتغوت، ناض شدوها ربطوها وداروا ليها سكوتش على فمها باش تسكت، ولا حزموا ليها فمها بشي زيف باش تسكت، وجلسوا تيمارسوا قدامها وهي كتشوف وكتغوت ومربوطه. وتصوروا المراه كتشوف راجلها كيف سد قدامها مع وحده جارتها ومربوطه ومكمل ليها فمها، كتركل، ما لقات كيف باش تحل، كتغوت. شكون سمع غوتها لانه مكمل ليها فمها. شوف هاد النوع ديال هاد البشر كي داير، وهذا اللي فاتت دارهم وبغاتو وقالت لهم ناخذو وهادي. شوف لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. ولكن اللي فاسق فاسق، راه شوف دائما كنقولها، اللي كيكون فاسق راه كيكون من الديبار كيكون داكشي عنده داكشي كابر معاه، لا بالنسبه للمراه ولا بالنسبه للراجل. ماشي المراه حتى كتزوج عاد كتولي تفسد، لا، كتكون قبل كتكون هي عينها زايغه من الاول قبل ما تتزوج، وتا هو كتكون تا هو ما عنده حساب، ما عنده عدد. ملي كملوا دفلت عليها، شكون هي؟ الجاره الفاسقه دفلت على مراته وركلتها وخرجت. هي صافي ملي خرجت صافي، يعني ما بقاتش، يعني الحجه اللي عندها كانت داخله ما كايناش، خرجت صافي فكها، حيد ليها الرباط، حيد ليها داكشي من على فمها. ناضت مشات لدارهم، عاودت ليهم، مشات دارت بيه شكايه. ما جا خوه عندها وبدا يطلب فيها ويرغب فيها وحشومه وهادي، وغتضيعي الراجل وغتضيعي وليداتك وهادي، وغادي تدخلي الحبس وغادي هادي وهادي وهادي وهادي. المهم بقاو حشومه وراعي على قبل هذوك الولاد وهادي وهادي. المهم شاف التعيات، مشات دار التنازل، نفس الشكل ونفس كيقولوا واحد المثل، الشيخ ما ينساش هزت الكتاف. وهذا راه على ديك الاولى فيه ولا تاني تيجيب يدخل ليها في الدار، ولا تيجي تاني هذيك الجاره نيت نفسها كيجيبها، حصلته مرارا وتكرارا. كيدير هذا الفعيل، اش غيدير؟ ناض هو هذيك الجاره، المهم قالت لي هاد خيتنا راه غتفضحنا، خاصنا نتهناو منها. ناض اش دار؟ شدها وقتلها بآلة حادة، ورابطها وقتلها وكمدها، دارها في واحد شوف زربيه ولا شي حاجه، وبغى يخرجها ما صابش كيدير تيخرجها، لان الزنقه دائما عامره. الدراري ولادك دائما جالسين عند الباب، يعني الزنقه ما خاوياش والو، فين ما كيطل كيبغي باش يخرجها باش يحيد الجثه من عنده في الدار والو، الدنيا عامره. خلاها ولات الريحه، ولاو الناس الجيران كيتشكاو، كيقول لي اش هاد الريحه طالعه، كاينه واحد الريحه، كيقول لهم لا ما كاينه ريحه. ملي جاو كيكتشفوا كيقول لي لا هاد الريحه راه عندك في الدار، كيقول لهم لا ما عندي ريحه، ما هاد الريحه ما جايش من عندي. شوف واش شوف شي حاجه ميته ديال الحيوان ولا شي حاجه، والو، يعني ما بغاش. مهم ملي شاف راسو غيتفضح، سد وخرج، غبر صافي. الناس تاكدوا، وهما كانوا مع دا يقين بلي الريحه خارجه من عنده، ولكن زادوا تاكدوا ملي صافي كثرت الريحه. جا الامن، اكتشفوا ان الريحه نيت ديال الجثه ديال البشر متحله.
جاو البوليس حلوا، دخلوا كيلقاوها مقتولة ومكمدة في زربية ومكينة في الدار تحلى. هنا الجيران قالوا لهم راه دائما كانت هاد المرأة هادي دائما كان راجلها كيضربها، ودائما كان كيتعدى عليها، ودائما كانت الغواتات عندهم في الدار، دائما عندهم الخوت، وناس كانوا كيشوفوه كيدخل يعني الغريب عنده في الدار، يعني العيالات كان كيدخلهم عنده الدار، ولكن ما كانوش كيقدوا يهضروا، ما كانوش كيقدوا يقولوا شي حاجه ولا يبلغوه، كيخافوا منه. هنا بدا البحث عليه، لانه مراته عنده في الدار وهو ما كاينش، واخا حيت ما دارش معاها لا حول ولا قوه الا بالله. انا اللي كيزيد ما فهمتش انا، الناس كيعرفوا يعني كيعرفوا العواقب ديال هادشي، ولكن غندير واحد الخريجه وغادي نهضر. لو كان نقولوا ما ياخذش الاعدام، لو كان عير يتشد، لو كان داك السجن الاول اللي كان في البدايه ديال الناس ملي كانوا كيديروهم في السجن وكانوا كيخليوهم يعني عورات حفات، وكان في الاول الايام الاول العصر، نقولوا في العصور في الاول كانوا كيخليوهم، كان العذاب ومربوطين وكيخرجوا كاع، كيخرجوا كيف كيدخلوا الشباب وكيخرجوا شيوخ من السجن، والجوع والنوع. والله واحد لا بقى دخل لا ارتكب شي جريمه، والله واحد لا ارتكب شي جريمه، ولكن ملي كيدخل نيت الحبس وكيدخل وكيلقى داكشي اللي باغي كاين في الحبس، الماكله الشراب، ياكل يشرب يلبس يبدل، الفلوس كاينه، الكميه كاينه، الله اعلم ثاني شنو كاين، مغير في المانطات، مغير ناعس فوق ناموسيه، مره كانوا كيصيروا ولا كانوا يتفرشوا الحصى تراب ناعسين فوق منه، لكن مدفيه واحد كيخرج كيقول لك اللهم الحبس ولا ولا برا. لو كان بحال هاد القضيه والله واحد لا بقى ارتكب شي جريمه. صافي جابوه، بقاو هو غادر المدينه، مشاو قلبوا عليه، جابوه، ملي جابوه بركن تيحققوا معاه، لان كيخليهم واحد 4 ايام على ذمه التحقيق. عرف راسو، عاد ندم، قال لهم ندمت، لان جا في المحضر ديالو قال لهم ندمت علاش قتلتها وعلاش تعاملت معاها بهذه الطريقه وهي ما كانتش تستحق هذا الشيء، وانا غادي الاعدام، انا ضروريه غادي ناخذ الاعدام دابا عاد، ولا غادي عاد عرف راسو غادي ياخذ الاعدام حتى كيتشد. المهم ملي كيكون دايرها ومطلوق ما كاينش هذيك الساعه الاعدام، ولكن حتى كيتشد كيعرف راسو اشنو كاين، ولا كيبداو كيقولوا لي الاخرين راه عندك راه ضروري الحبل المشنقه، عاد ندم اش دار، خنق راسو براسو، شنق راسو براسو، حيت عرف راسو ضروري غيتعلق في حبل المشنقه، لا ما يشنق راسو براسو، وانتحر ومات، مش مخنوق، مات قاتل راسو. الاسم الاول داير الجرم ديال الزنا، كان كيزني مع العيالات، كان كيعذب المراه، كان قتل مراتو، وثاني حاجه وثالث حاجه ولا رابع حاجه شنق راسو. ايوا دابا كتكون ديك اللوله، ايوا اللوله شوف ما دير، ها هو غادي يشنق راسو، قتل، عنده الجريمه ديال الزنا، عنده الجريمه ديال القتل، وعنده الجريمه ديال الانتحار. ايوا فين غادي؟ لاش وصلتي لهاد الشيء؟ حتى جيتي للسيده باقا قاصر وبقيتي لا حقا انا تنبيها، لا هادي بغيتي تعيش معايا، ملي جاتي تعيش معايا كنت حتى ملي فك هذيك الاولى ما تجيش ما تتزوجش السيدي، سير بقى حر تاع راسك، حر طليق، جيب مرت الراجل ولا جبتها
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سخونية الراس فاش كترجع بالبرودة.